اول حاجه عايزكم تصلوا على حبيبنا النبي، وتاني حاجه شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في اخر فتره. شكرا بجد ليكم، وعايز اشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناه دي. فلو عجبك يا صديقي تلخيصنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل مثل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير، مشاهده ممتعه. قبل ما نبتدي بالحلقه الرابعه، خلينا نعرف ايه اللي حصل في الحلقات اللي فاتت. عرفنا ان جابر خلص على نجلاء مرات المدير اللي هو شغال عنده ولبسه القضيه، ومش بس كده، ده خد منه كمان المصنع، وبعدين راح قتل عمته علشان كانت بتستفز امه كل شويه بسبب موضوع البيت. غير طبعا الاستفزاز اللي حصل له من واحد مجهول بعد ما عرفنا انها واحده من اللي شغالين عنده في المصنع. وبعدين انتوا عارفين حصل لها ايه. وبعد كده بيروح جابر ياخد فدية عنده في المصنع وبيقتلها بعد زنها عليه علشان يجيب لها الفلوس بتاعتها. وبرضك مش عايز اعرفك، لو حابب تتفرج على الحلقات دي تقدر تشوفها كلها في البلاي ليست اللي هتلاقيها في صندوق الديسكريبشن. وعلشان ما نطولش، خلينا نبتدي. بتبتدي الحلقة الرابعة بجابر وهو بيسحب جثة فادية على الحفرة اللي هو عملها لها، وبيدفن معاها الجثة التانية، وبعدها بيروح يحضر الأكل. وبنرجع سنة 1990 وبنشوف أم جابر وهي بتحبسه في صندوق حديد بسبب غلط عمله، وبنستنتج يعني من الآخر إن أم جابر هي اللي عملت له العقدة اللي هو فيها دي. وبعدين بيروح جابر المصنع وبيقعد مع صادق وبيواسيه، وبيحاول يعني يداري على اللي هو عمله، وبينصحه إنه ما يبلغش لأنه مش عارف إيه اللي هيحصل، وطبعا ممكن ترجع ويلبس بلاغ كاذب. وفي الناحية التانية بيلاقي البوليس جثة، والجثة ديت تبقى جثة هالة صاحبة زينة، واللي الكلام بيوصل لجابر وبيتحرك على طول، وبيروح يقعد مع زينة وبيقول لها. وبعدين بيعمل خطة وهو انه يدس أدلة علشان يمشي البوليس على كيفه ويعرفه هو عايز ايه. بعدين بنرجع لسنة 2018. اول حاجة مع زينة لما بتكلم جابر وبتقول له ان هالة فضلت تتقطع من بعضها، وبعدين اغمى عليها وشكلها ماتت. فبيحكي لها جابر انها تهدى وتمشي زي ما هيقول لها، والموضوع كالتالي، وهي انها تاخد الفلوس بتاعتها وتحط جثتها في الشنطة وتنزل من غير ما حد ياخد باله. وبتنزل وبتمشي، وبيروح جابر وبيقعد مع سلمى اللي بتكون عماله تتخانق معاه بسبب عيشته معاها وسفره اللي على طول وموضوع الشغل ده. فبيلطف جابر الدنيا وبيقول لها كلمتين حلوين وبيقوموا يتعشوا. وام جابر بتتكلم على موضوع اختفاء فاديه وبتقول للمساعده بتاعتها عنها، فبتقول لها انها ما شفتهاش، وبتذكر ان اخر حاجه كانوا متكلمين فيها هو موضوع الفلوس اللي جابر خدها منها. وبتحس هانم بحاجه فبتتصل عليه، فبيرد جابر ويقول لها ان ما يعرفش عنها حاجه، بس سمع انها ماشيه مع واحد في المنطقه عندهم، هيبقى يتاكد من الموضوع يبقى يقول لها. فبيجي محضر ضابط البوليس بيجي وبياخد جابر وسلمى في الاسم عشان بيبقى الضابط ضبط العينات الدم بتاعت هالة وطلعت هي يعني. وكمان الطب الشرعي قال انها ما ماتتش من الخبطات اللي في دماغها، بل ماتت مسمومه وغالبا اتحطت في صندوق، عشان كده جاب عيلتها كلها يستجوبوا. بتدخل اول واحده سلمى وبيعرفوها ان صاحبه زينه اللي هي هالة ماتت، وعايزين يعرفوا منها اي حاجه، علشان اول حاجه انها ما خرجتش من مصر زي ما هي قالت، لانها كانت قالت انها مسافره دبي، وكذلك هالة. وبعدين بيسالوها عنها لو كانت مصاحبه يعني او مرتبطه بحد، فبترد عليهم سلمى وبتقول لهم ان جالها عريس من زمان جدا بس رفضناه عشان كانت مش مستلطفاه، وبتدي له اسمه. وبعدين بيدخل جابر واللي بيبتدي يساله حازم اسئله صارمه بدون لف ولا دوران، بس جابر بيرد عليه بكل هدوء وتفكير. وفي اخر المقابله بيعرف ادم اللي هو يبقى ابن حازم من الصوره اللي هو حاططها على المكتب، وبيخلص معاه وبيمشي. وبعدين بيروح المحامي اللي خد موضوع ابو عبله مرات جابر الاولى وراح عنده المنطقه، وتحديدا في القهوه بتاعت المساعده بتاعت هانم، وبيعرف شويه معلومات زي ان مثلا ان جابر وعيلته كانوا من فتره على قدهم ومعهمش فلوس، لحد ما بدا يشتغل في العقارات هو وواحد اسمه يوسف. ويوسف ده بقى كان شغال في الخليج من 5 سنين لحد ما قرر انه ينزل لمصر وبعت رساله يستنجد بيها اهله، ومن ساعتها هو محدش شافه. وجابر حاليا هو اللي بيدور الدنيا وكسبان يعني. وام زينه بتروح بتكلمها في التليفون وبتطمن عليها، وعلشان زينه تتبين انها مصدومه بتقول لها انها خدت موضوع السفر ده حجه علشان تروح تعيش مع اصحابها اللي موجوده في مصر، وانها سافرت دبي ومن ساعتها وهم ما اتكلموش مع بعض. وبعديها بتقفل مع امها بحجه انها عندها تصوير. والمحقق حازم بيجي له خبر البلاغ اللي اتقدم من ابو عبله وبيطلبه. وبعد كده بنشوف ام جابر وبتعيد في شريط ذكرياتها وتشوف اللي شافه جابر لما قتلت ابوه قدام عينه. وبتخلص الحلقه الرابعه على كده. الفيديو ده سجله ومونتاجه كريم اسامه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الاشارات عشان يوصلكم الحلقه الخامسه على طول، وتابعونا هناك على انستجرام هتلاقوا متفاعل اكتر هناك. ومش عايز افكركم لو لسه ما عملتوش متابعه على الفيس هتلاقوا اللينك الصفحه في صندوق الديسكريبشن. وفيديو جديد بكره الساعه 8 الحلقه الخامسه بتاعت سفاح الجيزه. وبس كده، اشوف وشكم بخير. شكرا ليكم.